حبايب قلب عاملين إيه؟ يا رب كلكم تكونوا بالف خير. فيديو النهارده هنجرب فيه اللوز جليتر والهايلايتر بتاع ندى سالم، زي ما انتم شايفين كده ملعلطه ومنوره ولابسه لكم كمان حركات. فعشان الحركات بقى تنسوش تدوسوا لايك، تشتركوا كمان في القناه لو لسه ما اشتركتوش، وتسيبوا لي كومنت كده حلو وجميل زيكم، وتشجعوني وتدعموني في الفيديو ده. عايزاكم تظبطوني على قد ما تقدروا والنبي، ماشي؟ المهم بقى حبايب قلبي هنعمل ايه؟ زي ما قلت لكم هنستخدم الهايلايتر واللوز جليتر. فلو حابين بقى تعرفوا تفاصيل اللوك القمر السكر ده يا ريت تكملوا معايا الفيديو للاخر. بس طبعا ما تنسوش لايك للفيديو، تشتركوا كمان في القناه لو لسه ما اشتركتوش، ويلا بينا نبدا. رسمت خلاص حواجبي واستخدمت جل الحواجب ده من كيكو، ده رقمه 05. بعد كده هستخدم اللومينس جلو ده من ال جير، وهوزعه على الوش كله قبل ما احط الفاونديشن عشان يزود اللمعه معايا. هي درجته كده على ابيض بس مفيش مشكله، عشان انا جربت قبل كده اخلطه مع الفاونديشن ما بانش اي حاجه، يعني ما اضافش اي حاجه على الفاونديشن. فقلت خليني اجربه المره دي، احطه بقى على الوش كله، وغالبا هوزعه بايدي. يا اختي على اللي انا عملته، ايه ده؟ ايه ده ماما؟ حاول بقى كده بالبيوتي بلندر وادمج كده كله. انا مش عارفه ايه اللي انا عملته في وشي ده، كانت غباء مني ان استخدم الكميه دي كلها. المهم يعني اتعشم ان هو اللمعه دي كلها تبان بعد ما احط الفاونديشن. هستخدم دلوقتي الفاونديشن من ويت اند وايلد اللي هو فاونديشن فاين دي تند، اللي هو فوتو فوكس اهو. انا برغي كتير ليه؟ الدرجه دي كلاسيك بيج، ونتعشم ان يقدر يصلح لنا ما يمكن انقاذه. هرجه بس الاول كده سريعا واديله ودي. بقى بعد كده فرشة كابوكي وهوزع الفاونديشن، وبعد كده مشيت على الوش كله كده بالبيوتي بلندر، وده الشكل النهائي. فمفيش اختلاف قوي، فما تعملوش زي ما انا ما عملت. هستخدم بعد كده الكونتور الكريمي من شي جلام. هو ده بيبقى الناحيتين، ناحية كونتور وناحية كونسيلر. هاخد طبعا الكونتور وهوزعه، وهستخدم بعد كده البلاشر الكريمي ده من دودو جير. هي دي درجته، هي الدرجات مش مكتوبة على العلب بس بتبقى بلون العلبة كده. هستخدم بعد كده الكونسيلر من شي جلام، الدرجة دي كان اسمها كوكونات فليز. وهدمجه بفرشة بقى عشان يديني تغطية عالية. وبالسبونج ونمشي بقى على الوش كله. وللتثبيت هستخدم اللوز باودر دي من اماندا اللي هي النود لوك. بثبت الاول الاماكن كده اللي بتخطط، وباقي الوش بقى باخد السبونج وبمشي كده، او بجيب فرشة وبمشي بيها على الوش كله. بس اهم حاجة الاماكن اللي بتخطط افضل اضغط كده عليها اللوز باودر عشان املى الخطوط اللي موجودة فيها. وهستخدم الكونتور من الباليت دي بتاعت اسنس، دي درجتها 20 دارك سكين، وانا بعمل ميكس كده بين الدرجتين. والكونتور بتاع المناخير هعمله من الدرجة الفاتحة،
والبلاشر هستخدم البلاشر ده من MN، ده درجته 12. هنبتدي دلوقتي في اللوك بتاع العين. اول حاجه هاخد البالت دي من جاكلين هيل، وبعد كده هاخد الدرجه اللي هي بني مش غامقه قوي، وهاخد فرشه كده تكون فلات، وهبتدي اعمل يعني نص كده، نص هلال. هقول لكم دلوقتي هو اسمه ايه، انتوا هتشوفوا دلوقتي هو نص ايه بالظبط. انا هفتح عيني كده اكني بعمل هاف كات كريس، بس هوقفه هنا بالظبط. بصوا غالبا انا عايزه فرشه محدده اكتر، فهاخد فرشه كده تكون صغيره وهحدد اللون معايا اكتر. هاخد بعد كده فرشه صغيره، وغالبا اللوك ده كله هيبقى محتاج بس فرش صغيره. هاخد مثلا اللون ده كده هستخدمه كلون انتقالي، وهبتدي اموه بيه الخط اللي انا عملته. خدوا بقى وقتكم الدمج من هنا لبكره، اهم حاجه الخط ده يكون باين خط رفيع قوي والباقي كله مدموج على فوق. هاخد بعد كده الفرشه الرفيعه بتاعه الكونسيلر عندي، واحاول ما احطش فيها كونسيلر كتير او باللي موجود اصلا فيها مكان ما كنت بنضف حواجبي، وهبتدي انضف الخط او نص الخط ده كده، لان انا عايزه الخط ده يكون محدد قوي. بصوا الفرق لما اتنضفت من هنا ومن هنا. هنا لسه ما عملتش حاجه. دلوقتي هبقى محتاجه فرشه محدده اكتر، وهاخد الفرشه بتاعه الحواجب دي، وهاخد الدرجه البني الغامقه اللي انا استخدمتها في اول حاجه، وهبتدي بقى امشي على الخط احدده اكتر. بس حاولوا ايديكم بقى ما تتهزش عشان ما نرجعش ننضف تاني بالكونسيلر، هي خلاص مره واحده وخلاص. هاخد بعد كده نفس الفرشه الصغيره ونفس الدرجه البني، وهسحب كده زي ايلاينر. تمام. هرجع برضو للفرشه الصغيره وهاخد اللون الانتقالي وهموه بيه طرف اللون البني الغامق اللي هنا. هاخد سيكه من اللون البني الغامق وهغمق خط الايلاينر اللي انا عاملاه بالاي شادو من الطرف كده الاخير. بنفس الفرشه الرفيعه، هي تقريبا اللوك كله مستخدمين فرشه واحده بس فيها جزئين كده. هاخد درجه البني المتوسطه مش الغامقه قوي، وهحطها تحت العين عند خط الرموش كده بالظبط. بالفرشه اللي فوق، وهاخد اللون الانتقالي وهدمج بيه اللون البني. هاخد بعد كده الكحل البيج بتاع رمال، وهحط جوه عيني كلها كحل، وهحاول اوسع العين كده شويه من اخر العين. هاخد بقى فرشه دمج كده نظيفه، وهنضف بس اخر العين هنا كده من هنا، هنا كده من هنا. حلو الكلام. وهنا برضو. احنا كده تقريبا خلصنا كل الاي شادو اللي هنستخدمه. هنيجي بقى لاصلا اللي انا عامله رسمه العين دي كلها عشانها، وهو الجليتر ده بتاع ندى سالم. دي درجتها N20. هاخد الاول الجلو بتاع NYX جلو الجليتر. تمام. هاخد شويه كده على ايدي. هاخد بعد كده فرشه صغيره وحبه كده من الجلو، وبس هحطهم في الجزء ده كده، يعني مش هحط هنا خالص الجليتر، هحط في الجزء ده كده. وهاخد بقى من اللوز جليتر ده نحط هنا. قمر. هو الحلو اللي فيه ان هو فيه كذا درجة مش درجة واحدة،
فقمر بجد يعني. مش عايزه اوريكم الدرجه وجمالها وجمالها تحفه تحفه تحفه. تمام، هقفلها بس بقى ايه كويس عشان ما نعيطش كلنا. وحاسه ان الخط البني اللي فوق ده كده اختفى شويه، فهرجع اخد فرشه الحواجب وهاخد درجه بني بقى غامقه واحدد كده اللون البني عشان تبان تحديدة العين معايا اكتر. هنا كده اخواتي، واحدد برضو خط الايلاينر هنا. خلاص حطيت ماسكارا وركبت رموش. هاخد بعد كده الكومباكت باودر دي من نوت، دي درجتها 3 وبالباف كده، وهبتدي بقى انضف حوالين الوش واسحب العين كده معايا شويه. وبفرشة الباودر هنشيل بقى اي زيادة. هاخد الفيكس سبراي ده من بريتي وومن، اهدي بس شكل الباودر شوية. بصوا حددت شفايفي بالبلاينر بتاع MN ده درجته 4. هاخد بعد كده الروج ده من مايت سينما، ده رقمه 211. واحط له كده شويه جلوس. هستخدم بعد كده الهايلايتر القمر ده من ندى سالم، ده اللي هو الجليتري فينش، ودول ال3 درجات مع بعض اهم. وننور بقى، بس مشكلته بصوا بينزل فول اوت كتير، حتى بصوا هنا هتلاقوه عامل ازاي. انا خدت من ال3 درجات مع بعض. خراشي طبعا انا حاطه ده كتير جدا، بس هعيد عليه بالفرشه بتاعه البلاشر. فيديو رحت حطيت البتاعه دي، قولوا لي رايكم بقى كده. تمام. بالنسبه لللوز جليتر بتاع ندى سالم عظمه عظمه، بصوا حلو قوي، والهايلايتر كمان ممتاز. بس انا مشكلتي مع الهايلايتر يعني انا اول مره اثبته كده بالفيكس، يعني انا رشيت عليه كده شويه فيكس، فمش عارفه بقى هيطير ولا لا. بس لما جربته قبل كده حسيته شويه طار، ما اعرفش ليه. انا اللي معايا اللي هو الجليتر فينش، بس بصراحه ولا كنت حطيت له فيكس قبله ولا فيكس بعده، بس المره دي حطيت، فحاساه ان هو باين وواضح معايا. فاكتبوا لي بقى كده رايكم، ايه رايكم في اللوك؟ انا عاجبني قوي، عاجبني قوي يا جماعه. تمام. بس كده حبايب قلبي، لو عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك للفيديو، كمان تشتركوا في القناه لو لسه ما اشتركتوش. اشوفكم في فيديو جديد، باي.